في حقيقة الأمر يعني حركات الجمعية هذه يعني كان في علمي هذا سابقا من طرف أخي وحبيبي الدكتور عبد الحميد النجاري، واعتبرت هذا ولادة جديدة للعمل الخيري، ولادة جديدة يعني يستحق أو تستحق أن تدعم وأن تساعد وتعاون. وهذا العمل سيكون بإذن الله تعالى بمثابة الولادة الجديدة لما كان عليه حقا صدقا فعلا سيدي حسن عراج الذي احتفلتم به في هذه المناسبة هذه. فشكر الله لكم وأعانكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يسدد خطاكم على علم يقين بأن أيادي الخير ستكون وراءكم بإذن الله، وستكون معكم وستكون أمامكم، عن يمينكم عن شمالكم، من فوقكم ومن تحتكم بإذن الله. هذا هو التصريح، وتستحقون كل دعم ان شاء الله. السلام عليكم. نتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق ان شاء الله، وتكونوا في احسن. كيف فرحتوني الله يفرحكم، فرحنا وبكينا ولكن الحمد لله يعني ما نسيتوش. والله يجازيكم بخير. واش نقول لكم اودي، الله يحفظكم الله ينوركم الله يصلح. ما قديت ما الهضره تلفت لي ما لقيت ما نقول اخويا. شكرا بخير اخويا، الله يجازيكم بخير. اولا انا اعبر عن سروري وبهذه المناسبه اللي في الحقيقه جاءت في وقتها، في وقت ربما تلمع نماذج من الناس في المجتمع قصد ربط هذه النماذج بهذه الشريحه الكبيره ديال المجتمع المغربي. ولكن اليوم حقيقه الان وقفنا مع رجل من الرجال، وإن كنت أرى أن في هذا الشريط بهذا الجهد الذي بذل وهذه الإمكانيات، برغم تواضع الإمكانيات، استطاع هؤلاء الإخوة في هذا الشريط أن يقدموا هذا الإنجاز الرائع. وإن كنت ربما لي من نوع من العتاب، هو أن سي حسن عراج ليس فقط مرتبط بإطار جمعوي معين أو فقط بالمنابر، وإنما كان المجال ينبغي أن يفتح لكثير من إخوانه في صحيح هذه المدينة الذين عرفوه بداية من سنة التسعينات إلى الآن، وتقاسم معهم هم الدعوة، سواء في إطارها الرسمي قبل إنشاء المجلس العلمي مثلا، أو قبل أثناء لما كانت خلية المجلس العلمي. تشاركنا مع الأخ حسن عراج في كثير من المحطات وعايشناه حتى في لحظات مرضه. وحسن عراج في الحقيقة هو رجل من العيار الثقيل، رجل يستحق كل تقدير. ولكن مع ذلك أنا أثمن هذه المبادرة التي قام بها هؤلاء الشباب، هي مبادرة تحمل لها دلالات كثيرة ولها معاني كثيرة. نتمنى إن شاء الله تعالى أن يلتفت إلى نماذج سامقة وهامات كبيرة في هذا المجتمع التي يحرص الإعلام خاصة أن يهمشها وأن يجعلها على هامش الواقع، مع سبقها الكبير ومع ما لها من الإمكانات والبذل والعطاء الذي تم قدمته لهذه المدينة ولهذا الوطن ككل. فأظن أن هذه الخطوة رغم بساطتها من حيث الإمكانات والوسائل ومن حيث الفكرة التي يعني نمت إلى أذهان هؤلاء الشباب القائمين على هذه الجمعية، ولكن لها دلالة عميقة جدا، فيها ثقافة الاعتراف، فيها تقدير لكل من قدم شيئا قليلا أو كثيرا لهذه الأمة. والأخ حسن عراج هو واحد في سلسلة عدد من الرجال الذين أسسوا للعمل العام، بل للمصلحة العامة في جانبها الديني، في جانبها الاجتماعي، وفي جانبها الإنساني. أعتقد أن سي حسن عراج يعني أو في مجالها العلمي أيضا، أعتقد أن سي حسن عراج يعني يمكن أن يؤرخ لهذه المدينة بوجود رجل اسمه حسن عراج في هذه اللقطات التي رأيتها كانت مؤثرة جدا، وذكرتنا بسيرة الأخ عراج حسن رحمه الله، وكانت في الحقيقة حياته نبراسا لنا ولجميع من يعرفه. كان من يحتك به يأخذ منه، ومنذ صغره، وأنا أخوه أصغره بعامين، كان هو مثالي منذ أن فتحت عيننا على هذه الدنيا، دائما على الاجتهاد، وكان يوجهنا وكان لنا عونا على حياتنا في صغرنا وفي كبارنا، وكان يجمع حينما يكون الفراق ويؤلف حينما يكون النقاش، فكان لنا رحمة من الله تعالى، ونسأل الله الحمد أنه أخذه وهو راض عنه، وكانت علامات
وفاته قبل أن يرحل علينا بادية، ومع ذلك لم نرى فيه ضعفا ولا ارتباكا ولا تغيرا في المواقف. كان كما لو أنه يتمتع بصحة جيدة إلى آخر رمق في حياته. شكرا لكم جميعا على هذه المجهودات التي إن نمت على شيء فإنما تنم على الاهتمام بما يقدم لهذا المجتمع من خدمات واتجاهات. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم.